البنت وقعت في حب ابن عمها وما بقتش عارفة تستغنى عنه، وبسبب كده أمها خلصت عليها بعد ما لفت على رقبتها إشارب لما حصل بينهم خناقة. ودعاء قالت لأمها أنا مش قادرة استغنى عنه وههرب معاه. وبعد ما عملت الأم عملتها في بنتها ضناها اللي لسه يدوبك عندها 17 سنة، قعدت تقلعها هدوم الخروج ولبستها عباية النوم عشان توهم الكل إنها ماتت وهي نايمة. وبعدها راحت قالت لأخوها مصطفى أنا ريحتك من مصايبها، فتعالوا معايا أعرفكم إزاي الشرطة اكتشفت جريمة الأم في حق بنتها دعاء من خلال الفيديو ده. جريمة بشعة هزت قرية سنديون التابعة لمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ بعد ما قررت أم من الأمهات اسمها رضا إنها تقتل بنتها دعاء اللي يدوبك عندها 17 سنة، بعد ما اكتشفت إنها داخلة في علاقة عاطفية مع ابن عمها وعايزة تهرب معاه وتسيب البيت. الأم رضا اكتشفت إن بنتها دعاء داخلة في علاقة غرامية مع ابن عمها، وبسبب كده دخلت معاها في خناقة كبيرة قوي في البيت وقعدت تزعق مع دعاء. لكن البنت قالت لأمها إنها بتعشق ابن عمها ومش هتبعد عنه ولا حتى هتسيبه، ومش بس كده دي كمان هتهج معاه وتسيب البلد ويهربوا هما الاتنين. وللأسف الشديد أول ما الأم سمعت الكلام ده ما قدرتش تتمالك نفسها من الصدمة، وطبقت في زمارة رقبة بنتها ولفت حواليها الإشارب وقعدت تخنقها بكل قوتها لحد ما روح دعاء طلعت في إيديها ووقعت على الأرض وفرقت الحياة وهي بهدوم الخروج. الذهول والصدمة خلوا الأم رضا مش عارفة تعمل إيه أو تتصرف إزاي، وفي الوقت ده دخل ابنها مصطفى فلا أخت دعاء مرمية في الأرض وميتة. ولما سأل أمه إزاي ده حصل قالت له أنا خلصت عليها وريحتك من مصايبها. قررت الأم وابنها مصطفى يخبوا الجريمة وعملوا خطة شيطانية. قلعت بنتها هدوم الخروج ولبستها جلابية النوم وشالتها وحطتها على السرير هي ومصطفى. لكن لما راحوا يطلعوا تصريح الدفن راح مفتش الصحة عشان يشوف البنت ولقى حوالين رقبتها آثار للخنق، فشكت إن البنت اتقتلت فبلغت الشرطة. وراح أفراد المباحث بقيادة العقيد محمد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائي وبدأوا يستجوبوا الأم رضا اللي كان باين عليها الارتباك وعلى ابنها مصطفى الخوف والقلق. في البداية استجوبت الشرطة مصطفى وبعد الضغط عليه اعترف بأن والدته هي اللي قتلت أخته. قال إنه رجع البيت بعد نص الليل ولقى أخته مرمية على الأرض، ولما سأل أمه ماتت إزاي ردت عليه ريحتك من مصايبها. طلبت منه مساعدتها في إخفاء اللي حصل. أنكرت الأم رضا إنها قتلت بنتها وقالت إنها ماتت موتة ربنا وهي نايمة، بس بعد الضغط عليها ومواجهتها بكلام مصطفى ابنها واعترافه راحت هي كمان اعترفت بكل اللي حصل وإنها خلصت على دعاء، وبعدها تم القبض على الأم وكمان الابن.